بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم وهنحل مع بعض مسألة من المسائل المهمة جدا واللي تعتبر تطبيق مهم جدا على رسم المنحنيات. هنا مديني زي ما احنا شايفين في المسألة عندي منحنى بالشكل اللي قدامي ده، وعندي المنحنى ده بيوضح كثافة أو تغير كثافة الفيض المغناطيسي في لحظات زمن معينة بالشكل اللي قدامي ده. يعني هو مديني الكيرف اللي قدامي ده اللي بالخط الأحمر، تمام، ومديني الكيرف التاني ده ال EMF، وبيقول لي ان هو عايز ارسم ال EMF تبعا للتغير اللي حصل في البي او الكيرف اللي هو مديهولي، تمام. طيب اول حاجة في المسائل اللي بتكون عندنا دي بحاول ان انا اشوف العلاقات اللي عندي واربطها ببعض. دلوقتي انا عندي كيرف EMF او منحنى EMF انا عاوز ارسمه، وهو مديني منحنى ب وبيتغير. يعني انا عايز ارسم ال EMF طبعا للتغير الحادث في بي. هنا ثابت اهو، هنا بدأ يتغير، هنا ثبت تاني. يعني عايز ارسم الكيرف هنا، تمام. طيب اول حاجة زي ما اتفقنا ان انا ادور على علاقة واحاول اربطهم ببعض. عايز علاقة ما بين ال EMF والبي، تمام. احنا عارفين ان ال EMF بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، تمام. يبقى الاي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، تمام. بس انا عايز بي. احنا عارفين ان الفاي بيساوي بي في الاي. لما اعوض عن فاي بتساوي بي في الاي في المعادلة دي، يبقى عندي الاي ام اف هتساوي سالب ان دلتا بي في الاي على دلتا تي. ادي المعادلة عندي بقى فيها الاي ام اف اللي انا عايزها وفيها البي اللي انا عايزها. طيب اجيب بقى علاقة ما بينهم. يعني معنى كده ان الاي ام اف بتتناسب اهو، اي ام اف تتناسب، انا عايزها مع البي، بتتناسب مع ايه؟ مع البي. بس اخد السالب في الاعتبار، السالب مهم جدا، يبقى بتتناسب مع سالب دلتا بي على دلتا تي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الاي ام اف بيتناسب مع سالب دلتا بي على دلتا تي؟ تمام. الكلام ده بيقول لي يعني في علاقة طردية ولكن في عكس الاتجاه عشان الاشارة السالبة بين الاي ام اف دي، تمام، وبين معدل تغير الفيض بالنسبة للزمن. يعني بين الميل او بين الكيرف اللي احنا شايفينه ده معدل تغير الفيض اهو بالنسبة للزمن. يعني عند كل زمن بيكون عندي شكل، تمام. طيب قبل ما نرسم ونبص للعلاقات، في حاجات ثابته كده في اي مساله يديها لي. اي مساله يجي يجيبها لي لازم ارسم له الكيرف اللي هو احدد نقطه الماكس. يعني هنا حددت الكيرف ده بي ماكس بالشكل اللي قدامنا ده، تمام. هنا الاي ام اف، هنا هرسم كيرف اهو بخط او خط مستقيم ويكون منقط، وده اي ام اف ماكس، تمام، في الاتجاه الموجب. واعمل كمان واحد تحت اهو واسميه برضو اي ام اف ماكس، بس ده في الاتجاه السالب. يبقى دي اول حاجة عملتها، عملت اقصى نقطة في الاتجاهين، الاتجاه الموجب والاتجاه السالب، تمام. تاني نقطة عندنا ان انا اخد بعض النقاط واعلم عليها. ادي مثلا النقطة دي هنا، النقط اللي بيحصل عندها تغير، وادي النقطة دي، وادي النقطة دي، والنقطة دي، والنقطة دي. ادي خط النقط، وبعد كده انزل بيهم لتحت برضو خط منقط زي ما انا عاوز، تمام. ادي بنزل بيهم خط منقط لما لا نهاية براحتي للرسمة كلها. ادي خدت الخط المنقط. نيجي بقى ندرس العلاقة او علاقة اللي بيكون عليها الاي ام اف نتيجة للتغير في البي، تمام. طيب عند اول نقطة واضح هنا ان ده خط مستقيم. احنا نفتكر العلاقة تاني، قلنا ان الاي ام اف بيتناسب مع سالب الميل. يعني الاي ام اف بيتناسب طردي مع الميل ولكن في عكس الاتجاه، تمام. طيب نيجي لاول نقطة. احنا شايفين ان ده من النقطة دي للنقطة دي ايه؟ خط مستقيم، تمام. الخط المستقيم ميله بصفر. طيب
احنا قلنا ان الاي ام اف بيتناسب مع سالب الميل، الميل بصفر، يبقى الاي ام اف بايه؟ بصفر. يبقى هنا اهو من النقطه دي للنقطه دي صفر. ادي اول نقطه. هنيجي عند النقطه دي ميلها عباره عن كده، خط رأسي. الخط الرأسي ده ميله قيمة عظمى، هيبقى عندي قيمة عظمى، الميل قيمة عظمى، يبقى الاي ام اف هي كمان قيمة عظمى ولكن في عكس الاتجاه. طب انا عايز اعرف استخدم انهي اتجاه. احنا قلنا ان الاي ام اف بيتناسب مع سالب دلتا بي على دلتا تي، وقلنا الميل قيمة عظمى، هنا قيمة عظمى والميل طالع لفوق، يبقى الميل ده بالموجب اهو، دلتا بي على الدلتا تي بالموجب، موجب في سالب بسالب، يبقى الاي ام في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه السالب، واقصى قيمه ليها اهو، ادي الاتجاه السالب، وادي اي ام اف ماكس اقصى قيمه احنا واخدينها ومعلمين عليها اهو بالخط المستقيم اللي عملناه. تمام، يبقى دي تاني نقطه. اجي عند النقطه دي عباره عن خط افقي بالشكل ده او خط مستقيم بالشكل ده. عارفين ان الخط المستقيم ميله بيكون بصفر، يبقى ارسم هنا اهو عندي بصفر. تمام، نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده الميل رأسي بالشكل ده، خط رأسي، وميل الخط الرأسي بيكون قيمة عظمى، بس عايزين نعرف في الاتجاه الموجب ولا السالب. قلنا ان الاي ام اف بتتناسب مع سالب دلتا بي على الدلتا تي. تمام، قلنا هنا ان الميل هيكون قيمة عظمى اهو، خط رأسي يبقى قيمة عظمى. انا واضع عندي ان الميل نازل، طالما نازل يبقى بالسالب، يبقى احط سالب الدلتا بي على الدلتا دي بالسالب، يبقى دي سالبة مع السالب هيبقى موجب، يبقى الاي ام اف في الموجب، يبقى اهو ادي الكيرف وادي الماكس، اي ام اف قيمة عظمى في الموجب. تمام، اجي بقى للنقطة او الخط المستقيم ده، واضح ان هو ثابت او خط افقي، والخط الافقي او الثابت الميل بتاعه بيكون بالصفر، والاي ام اف بيتناسب مع سالب الميل، والميل بصفر، يبقى الاي ام اف بصفر بالشكل ده. نيجي بقى نوصل القيم. واضح جدا من الشكل اللي قدامي ان اول حاجة عندي كان الاي ام اف بصفر بالشكل ده، وفجأة حصل تغير مفاجئ بالشكل ده اهو، زادت وصلت لاقصى قيمة لها بتغير مفاجئ، اقصى قيمة لها فجأة، وبعد كده بدأت تقل لحد ما وصلت للصفر. تمام، وبعد ما وصلت للصفر بدأت تزيد لحد ما وصلت لقيمة عظمى. تمام، وبعد ما وصلت قيمة عظمى بدأت تنزل فجأة، نزلت للصفر بالشكل ده، وبعد كده بقت ثابتة على الصفر بالشكل ده. تمام، يبقى تاني مع بعض، انا لما يديني مسألة رسم بياني بالشكل ده، انا كان مديني الكيرف اللي فوق ده او المنحنى اللي فوق ده، وعايز تأثير تغير البي على الاي ام اف. اول حاجة عملتها ان انا ربطت بالقوانين والعلاقات، عايز علاقة تجمع ما بين البي والاي ام اف. قلنا ان الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي على الدلتا تي، بس انا عايز البي، يبقى هعوض عن الفاي بتساوي بي في الاي. هيكون عندي المعادلة الاي ام اف بتساوي سالب الان دلتا بي في ايه على الدلتا تي. انا عايز الاي ام اف وتغيرها نتيجة البي، يبقى الاي ام اف اهو بتساوي او بتتناسب مع سالب دلتا بي على الدلتا تي، يعني الاي ام اف بتتناسب مع سالب الميل، يعني الاي ام اف بتتناسب مع سالب معدل تغير البي بالنسبه للزمن. طيب انا مديني الكيرف، اول حاجه اعملها في اي كيرف هو مديها لي احدد او ارسم بخط منقط النقاط العظمى اللي عندي هنا البي اهو، عملت خط منقط بي ماكس. تمام، عندي هنا عملت خط مع نفسي قبل ما ارسم الرسمه اي ام اف ماكس بالشكل ده، وهنا اي ام اف ماكس في الشكل ده في الاتجاه الموجب والاتجاه السالب، وبعد كده خدت النقط اللي بيحصل عندها التغير، ادي هنا نقطة 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 كمان نقطة، ونزلت بيهم بخط منقط لتحت بالشكل ده.
هاجي عند اول نقطة اهو. اول نقطة لقيت ان الميل خط مستقيم بالشكل ده، ميل الخط المستقيم بتساوي صفر، اي ام اف بيتناسب مع الميل والميل بصفر، يبقى اي ام اف بتساوي صفر، يبقى بالشكل ده. جيت عند النقطة دي لقيت النقطة دي خط رأسي، الخط الرأسي ميله اقصى قيمة والمنحنى طالع يبقى موجب، يبقى الاي ام اف بتتناسب مع سالب الميل والميل موجب، يبقى الاي ام اف في الاتجاه السالب وقيمة عظمى اهي. تمام. بعد كده جيت عند النقطة دي، النقطة دي لقيت عندها ان الميل اهو، او ده خط افقي والخط الافقي الميل بتاعه بصفر، يبقى اهو نزلت من عندها اهي ادي الصفر. تمام. جيت عند النقطة دي لقيت ان الميل اهو خط رأسي، وخط رأسي يبقى اقصى قيمة، يبقى الميل بتساوي اقصى قيمة. طيب اقصى قيمة في الاتجاه الموجب ولا السالب؟ انا هبص للميل، الميل نازل يبقى الميل سالب. تمام. الميل سالب اهو، يبقى الميل بقى ده سالب ومع اشارة سالبة بقى موجب، يبقى الاي ام اف في الاتجاه الموجب بالشكل ده. تمام. بعد كده جيت بقى لده لقيته خط مستقيم، او النقطة دي خط مستقيم اهو، الخط مستقيم ميله هتكون او هيكون بصفر، يبقى صفر بالشكل ده. هبدأ اوصل النقط ببعض. انا في الاول عندي ثابت بالشكل ده، فجأة واحدة جه هنا حصل له تغير مفاجئ وصل لاقصى قيمة له بالشكل ده. بعد كده بدأ يقل تدريجيا، ممكن ارسمها بنص موجة على فكرة يعني. انا برسم ان في علاقه بتقل اهو، بدا يقل 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 لحد ما وصل للصفر، وبعد ما وصل للصفر بدا يزيد 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 لحد ما وصل لقيمه عظمى، وبعد كده نزل للصفر تاني وثبت زي ما احنا شايفين، ما عادش فيه تغير في الفيض. يبقى هو ده العلاقه بكل سهوله، واي علاقه تقابلني في الرسم البياني اقدر ان انا امثلها بالشكل البسيط والسهل ده.